استنى عليا بس عشان ايه متكفيش على وشي. ايوه بس كده، عشان بس الجهد اهم من اي حاجه. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وحلوين ودايما مبسوطين. زي ما باين في التايتل بتاع الفيديو، فاحنا هنتكلم النهارده عن اول حلقه من سلسله خلينا ندردش سوا، والحلقه دي هتبقى بعنوان اختيارات ربنا لينا. قبل ما نبدا كده اتاكد انت فاضي ومخلص كل اللي وراك واعمل لك المشروب اللي انت بتحبه، وانا قاعد مستنيك عشان ندردش سوا. وما تنساش قبل ما نبدا اعمل لايك، ولو لسه عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب. وكفايه راجل لحد كده، خلينا نخش في موضوع حلقة. في بداية الحلقة كده وقبل ما نتكلم في أي حاجة، عايز أحكي لك بس قصة صغيرة كده تخصني بخصوص موضوع اختيارات ربنا لينا. لو مش هضايقك، هي قصة في اللذيذ كده، إيه اسمعها وهتعجبك. فترة من فترات حياتي، والفترة دي مش بعيدة خالص، فترة دي قريبة من كام شهر، كنت واصل مع نفسي حتة وحشة أوي، وحشة في كل حاجة. وده كان بسبب شوية مشاكل حصلالي، كانت هي اللي موصلاني للزون اللي أنا فيها دي. كنت دايما فاقد الأمل، ودايما شايف الدنيا سودة ومتقفلة في وشي، وكل ما كنت افكر بس ان انا عايز اخش في حاجه بحيث ان انا هفشل فيها من قبل حتى ما اجربها. وده كان بيوصلني ان انا بفقد شغفي بحاجات كتير قوي. بقيت بوصل لدرجه ان انا مش عايز اقوم من على السرير، مش قادر، عايز افضل نايم ومش قادر اواجه اي حاجه. من الاخر كده مش عايز احس بالمسؤوليه. ولما كنت بحاول واقول معلش يا ده ديفيد، ما هي اكيد مش هتفضل سودا ومتقفله في وشي كده، اكيد هيجي عليها وقت وهتزازع وهتحلو. كنت دايما بحس اني مشتت ومش عارف فين الطريق اللي همشي فيه اللي هيوصلني اللي انا عايزه. فين الطريق اللي انا همشي اقول ايوه هو ده الطريق اللي انا محتاجه، بس خلاص انا كده وصلت وعرفت انا عايز ايه. ساعتها ما كنتش بلغي غير الحل واحد بس عشان ارتاح، والحل ده هو ربنا. ومن هنا اقدر اقول ان احنا دخلنا في صلب الموضوع. المهم يا سيدي، زي ما قلت لك ان انا ما برتاحش وانا مشتت غير لما بلجأ لربنا، لاني برضو كنت بستغرب من حاجات كتير هو بيعملها في حياتي. الحاجات دي كانت بتضايقني. مش ده اللي انا ببقى طالبه منك لما بتكلم معاك وبصلي لك. ليه بتعمل معايا كده؟ مش ده اللي انا مختاره، او مش ده اللي انا بقول لك انا عايزه. ده انا باجيلك علشان اتكلم معاك، علشان تقف معايا، وعلشان تعمل لي اللي انا محتاجه. ليه ما بلاقيش الحاجات دي؟ ليه اغلب الحاجات اللي بطلبها ما بتتحققش؟ ليه الحاجات الحلوه اللي في حياتي ما بتكملش؟ وزي اي بني ادم كان بيجي عليا لحظات ضعف وبقول طب انا بصلي ليه؟ بتكلم مع ربنا وبطلب منه حاجات وهي اصلا ما بتتحققش. طب انا كده استفدت ايه؟ وعشان ابقى صادق وصريح، فانا لو كنت طلبت منه مثلا 10 طلبات كانوا بيتحققوا بنسبه 30 40%. يعني 3 طلبات من العشرة، 4 طلبات من العشرة. بقول لنفسي طب ليه؟ ما انا رايح نفسي وما اصليش اصلا. بس ده عمره ما كان صح. ويمكن اكتشف ده متاخر، بس ده مش غلط. الغلط انك تفضل مكمل في طريق او فكر مش صح وما تفوقش منه. لكن الحمد لله انا دلوقتي بقيت فاهم كويس ان اراده ربنا واختياراته فوق اي شيء. وتعالى معايا افهمك الحته دي كويس. خلينا متفقين ان ربنا عمره ما بيضيع تعب حد. افتكر زمان امي كانت تقول لي الجمله دي، واكيد ما كانتش امي انا الواحد اللي بتقولها لي، ولكن دايما كانت تقول لي ايه؟ بص يا واد يا ديفيد، اتعب واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وثق ان عمره ما هيخذلك. واقرب مثال كنت بشوفه كان بيطبق الكلام ده لما كنت صغير وانا في المدرسه. لما كان يبقى عندي امتحان، ماده صعبه، اقعد اذاكر لها واسهر واحل امتحانات وافتح ملخصات وي وي وي. ابقى تعبت وعملت كل اللي عليا، وقبل ما انام اخش واصلي واتكلم مع ربنا اقول له يا رب انت شفت انا عملت كل اللي عليا، انا مفيش حاجه تاني كنت اقدر اعملها وما عملتهاش، فانا عملت كل اللي اقدر عليه والباقي بتاعك انت. وفعلا تاني يوم ابقى خارج من الامتحان وانا عارف ان انا حالي مبسوط، وان كل التعب اللي انا تعبته امبارح ده ما راحش على الفاضي. وبعدها اشكر ربنا، اشكر ربنا ان هو فضل واقف جنبي وسمعني وفعلا اداني على قد تعبي. لكن على سبيل المثال تاني، لما اتمرقع في ماده تانية وما ذاكرهاش كويس، كنت برجع من الامتحان وانا عارف ان انا محلتش كويس، لان انا ما عملتش اللي عليا واتمرقعت وما تعبتش كفايه عشان ربنا يقف معايا. ولكن كانت بتعدي كتير، بس بدعاء ابويا وامي مش اكتر. ممكن الاقي حد بيقول لي طب ما انا كان بيجي عليا وقت كنت بذاكر وبتعب وبعمل كل اللي عليا وما بقصرش، وكنت اطلب من ربنا اقول له يا رب اديك شفت انا عملت كل اللي عليا وقف جنبي، بس في الاخر ما بجيبش درجه كويسه، ممكن لا قدر الله اشيل الماده. بحب اقول لك ان ايوه هي دي النقطه اللي عايز اوصل لها من اول الحلقه، وهي اختيارات ربنا
وتدابيره لحياتنا. ربنا ما بيعملش أي حاجة وحشة في حد، ودايما عايز يشوفنا مبسوطين وناجحين، بس اللي عمله ده اتأكد منه إن هو ده الخير. أيوة الخير ليك، ما تسألنيش ليه وإزاي، لأن ربنا لوحده هو اللي بيبقى عارف ومدبر كل خطوة في حياتنا. أنت ما تبقاش فاهم ده دلوقتي، بس ثق إن ربنا هيفهمك في الوقت الصح إن اللي هو اختاره لك ده أحسن بكتير من اللي أنت كنت بتتمناه، وساعتها هتشكره. في قصة كده لذيذة هحكيها لكم، يمكن تبسط الأمور وتحاول توصل الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم بطريقة أسهل. القصة دي كانت بتقول إن في ولد في المدرسة عنده حوالي 10-11 سنة، كان في اليوم الدراسي بتاعه عادي هو وأصحابه، والمدرسة بلغتهم إن هم مطلعين لهم رحلة لمكان ما. الولد وأصحابه أول ما عرفوا اتحمسوا واتبسطوا أوي إن هم هيطلعوا رحلة سوا تبع المدرسة، وقعدوا يحلموا، وأنا هجيب إيه وأنا هعمل إيه وأنا هلبس إيه، أنا جاي يا بابا مش هيمانع. الحماس بتاع الأطفال اللي كلنا عشناه واحنا صغيرين، وكلهم بيتمنوا إن هم يطلعوا الرحلة مع بعض ويتبسطوا. المهم الطفل ده روح وهو مبسوط ومستني باباه يرجع من الشغل علشان يقوله على الرحلة وياخد منه تمنها. الولد بقى خلاص هو عامل حسابه ان هو كده كده طالع وان باباه مش هيرفض، هو يدوب بس مستني ان هو ياخد منه فلوس الرحلة ويبلغه، ومجهز اللبس بتاع الرحلة وحطه على السرير من اليوم اللي قبله، وبيحلم اصلا باليوم ده قبل ما ينام. واول ما باباه يرجع من الشغل والولد ده يتكلم معاه ويقول له على الرحلة، يلاقي باباه بيقول له لا. الولد يستغرب، يقول له يعني ايه لا؟ لا ليه اصلا؟ انت من امتى وانت بترفض رحلات تبع المدرسة؟ راح الاب قال له لا يعني لا، واتفضل خش يلا اوضتك نام. الطفل دخل اوضته وقفل الباب على نفسه، وقبل ما ينام اتكلم مع ربنا، قال له يا رب هو انت بتحبنيش ليه؟ انا عملت لك ايه علشان تعمل معايا كده؟ وانا زعلتك في حاجه؟ انت لو كنت بتحبني كنت خليت بابا يوافق على الرحله وطلعت مع اصحابي. المهم الطفل خلص الكلمتين دول ونام، وصحي تاني يوم طبعا ما راحش الرحله، وبوزه ممدود شبرين ومش عايز يتكلم مع اي حد في البيت. نص اليوم كده اهله يعرفوا ان اتوبيس الرحله وهو راجع بعد ما خلصوا الرحله عملوا حادثه كبيره على الطريق. الطفل عرف، اول ما عرف دخل اوضته وقفل الباب وصلى لربنا، قال له انا اسف يا رب، اسف ان انا قلت لك امبارح انت ليه ما بتحبنيش وليه عملت معايا كده، مع ان انا دلوقتي بس عرفت قد ايه انت بتحبني، لانك خليت بابا يرفض وما اروحش الرحله معاهم علشان كان زماني دلوقتي عامل حادثه انا كمان معاهم. عايز اوصله لكم ان في حاجات كتير قوي في حياتنا احنا بندبر لها وبنخطط لها وبنبقى مستنيين التدبير والتخطيط اللي احنا بنحطه ده هو اللي يحصل. اي حاجه تانية بتحصل غير التدبير ده احنا بنلوم ربنا وبنتضايق مع اننا مش عارفين الخير فين. كتير قوي بيبقى التخطيط اللي ربنا بيحطه لنا احسن مليون مره من التخطيط اللي احنا بنخططه لنفسنا. الاكيد ان ربنا شايل لنا حاجات احسن بكتير احنا نستاهلها، وفي نفس الوقت تريحنا عن التخطيط اللي احنا كنا مخططينه. وعلى سبيل المثال القصه اللي كنت حكيها، طفل كان نفسه يروح ولام ربنا ليه انت يا رب ما خليتش بابا يوافق، بس في الاخر في الوقت المناسب عرف ان التخطيط بتاع ربنا ده احسن مليون مره من التخطيط بتاعه. اي نعم زعل شويه، بس في وقتها عرف ان الاختيار بتاع ربنا اللي اختاره له ده هو الاختيار الاصح لحياته. كلامي ده يتقاس عليه اي حاجه. ممكن ربنا ما يوفقكش في فرصه شغل كويسه وتتضايق، بس ساعتها يفتح لك باب شغل تاني احسن منه مليون مره. ممكن ربنا ما يوفقكش في علاقه حب، مع انك انت كنت شايف ان علاقه الحب دي هي العلاقه المثاليه اللي انت كنت مستنيها من زمان، وشايف ان البنت دي انت عمرك ما هتعرف تعوضها، بس طالما ربنا اخدها منك اعرف ان هو شايل لك حاجه احسن بكتير. المهم تثق فيه وتبقى عارف ان هو مدبر كل خطوه انت بتخطيها وكل نفس انت بتتنفسه. ممكن حد يجي يقول لي طب طالما هو مدبر كل خطوه انا بخطيها وكل نفس انا بتنفسه وهو كده كده عارف كل اللي هيحصل، طب انا اصلي ليه؟ يعني لما اصلي ايه اللي هيفيد؟ هل لما اطلب منه ده وهو مش خير ليا هو هينفذه لي؟ طب ما هو كده كده كاتبه. اقول لك حلو السؤال ده، تعالى انا هجاوبه لك. احنا ربنا من قبل ما ينفخ في التراب علشان يخلقنا هو كده كده عامل كتاب لكل واحد فينا، عارف فيه ايه اللي هيحصل من اول ما بني ادم ده يتولد لحد ما يموت. بس عاوز اقولك ان الكتاب من اوله لاخره هو مش كله صفحات مليانه، الكتاب ده في النص فيه صفحات كتيره فاضيه. طب ايه هي الصفحات الفاضيه دي وايه لازمتها؟ الصفحات دي ربنا قايل ان اللي انت هتطلبه مني انا هنفذه لك، اذا كان لو كانت حاجه خير ليك او حاجه شر ليك، بس في الاول وفي الاخر اللي انت هتطلبه انا هعمله لك. ومش معنى انها شر يبقى ربنا بيضرك، زي ما قلنا
ممكن تبقى حاجة مش خير ليك، بس ربنا يدخلك فيها عشان تطلع منها وانت عارف او فاهم درس معين انت عمرك ما كنت هتفهمه غير لما تخش في التجربة دي، عشان قدام تتعلم. لاننا ببساطة جايين الدنيا دي عشان نفضل نتعلم. الصغير بيتعلم والكبير قبله بيتعلم. محدش فينا عايش الدنيا دي وهو فاهم كل حاجة، ومحدش فينا ما بيغلطش. المهم لما ربنا يحطك في تجربة وتطلع في الاخر من التجربة دي كسبان، وعارف ان التجربة دي كانت غلط وطلعت منها بدرس واتعلمت منه، ما تكررش نفس الغلطة دي تاني. بس كده يا حبيب قلبي، انا كده خلصت الكلمتين اللي كنت عايز اوصلهم لكم. والله خلصت. شفتوا الدنيا حلوة ازاي؟ صدقوني انتوا تستاهلوا كل حاجة حلوة وتستاهلوا كل خير. الموضوع ما فيه اننا نتعب شوية ونستنى النتيجة من ربنا، بس قبل كل ده لازم نبقى واثقين في كل قراراته واختياراته في حياتنا. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتستنى الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها، وتشير الفيديو. يمكن حد من صحابك يكون محتاج يسمع الكلمتين دول، لعل وعسى يقدروا يغيروا من طريقة تفكيره وفي حياته كلها. وبس كده، سلام.